قلتلكوا قبل كده ان هيبقى في علاقة حب ما بين ليلى ووليد، بس ما كنتش عايز اتكلم فيها علشان لسه ما كانوش اتقابلوا. اهلا بيكم من جديد في حكايات على كيفك. ولحد دلوقتي توقعاتنا بتطلع صح، وليد هيقرب من ليلى جدا في الحلقات اللي جاية، وهو اللي هيقف جنبها ويساعدها. طبعا اكرم بعد ما بعت رسالة لليلى بيطلب فيها انها تبعد عن وليد وبرهان، وفي الحالة دي هيرجع لها ولادها. ليلى هتقول لوليد وبرهان على مضمون الرسالة وهتسيبهم وتمشي، وتحاول انها تبعد عن وليد وبرهان بجد زي ما اكرم قال لها علشان يرجع لها ولادها، وهو فعلا هيعمل كده ويرجع لها الولاد. ولكن وليد هيروح تاني لليلى لان وليد وبرهان وليلى مصلحتهم واحدة ولازم يتخلصوا من اكرم. ليلى بعد ما تاخد الولاد وليد هيقوي قلبها وهتبتدي ترفع قضية إثبات نسب وإثبات إن زوجها نصب عليها وانتحل شخصية واحد اسمه أحمد الدسوقي واتجوزها، وإنه عمل كده علشان يهرب من أحكام قضائية كانت عليه. طبعا أكرم مش هيعرف يقرب من ليلى بمجرد ما ترفع عليه القضية، وكمان وليد هيكون واقف جنبها. بس أكرم بقى زي ما انتوا عارفين قلبه ميت وما بيهموش حاجة، وهيحاول يتخلص من وليد ولكنه بيفشل. وبعدها علاقة وليد وليلى بتتوطد أكتر وبتتولد بينهم قصة حب، وكمان وليد هيربي ولاد برهان وولاد ليلى، والولاد كلهم هيحبوه جدا وهيبقوا عيلة واحدة. أما بقى سوسن ومحمود، تهاني بعد ما خيط الأمل اتقطع في إنها ترجع لمحمود هتسيبه لسوسن المحامية تضحك عليه وتنفذ مخطط أكرم فيه. محمود هيتنصب عليه في المصنع وياخد قروض، واللي هيبقى مهدد بالسجن وإلا السداد، ولما هيتزنق هيروح لمكتب المحاماة بتاع ليلى علشان تساعده. أما فاتن هتبتدي حالتها تتحسن وتخرج من المستشفى، وبصراحة احنا عايزينها تفوق بقى وترجع علشان عاملة طعم وجو حلو للمسلسل. وياسر زوكا لما يلاقي حبسته طولت هيجيب محامي ويحاول يتهمها في شرفها وانه عمل كده وضربها لما لقى هدومها متقطعة وشك فيها، ولكن خالد بيجي وبيبرأ فاتن وياسر بيتحكم عليه. ونرجع تاني لأكرم لأن ده حكايته حكاية. أكرم بقى محاط بالخطر ومهدد بالسجن من كل اتجاه، انتحال شخصية وكمان بدوي اللي خارج من السجن وهيقول على سر موت والد أكرم ووالد وليد وإن أكرم السبب في موتهم. وأول برهان ما تعرف إن سبب وفاة والدها وعمها كان هو أكرم هتبتدي إن هي تلغي التوكيل اللي هي عاملاه له في الشركة. ومحمود شرشر كمان لما يعرف إن المصيبة اللي سوسن وقعته فيها كانت مزقوقة عليه بتكليف منه، هيكون برضه انتقامه صعب من أكرم. وفي آخر الفيديو هنوه لكم عن نهاية أكرم. نهاية أكرم مش هتبقى السجن، نهاية أكرم هتكون الموت، وخلي التفاصيل دي في فيديو تاني. لو انت وصلت لغاية هنا أشكرك جدا، ولو انت مش متابعني تابعني علشان يوصلك كل الأحداث.